من سماء الصبرية من سماء الجنوب هذه التصويرة هذه خذيتها من غديكا. الله غالب برشا فيديوهات حبيت نوريها لكم. لقيت كان هذه الله غالب هذه حسيلة مقدمة ونخليكم عسلامتكم وشنو أحوالكم إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. هذه حبيت نوريكم من الأيامات اللي روحت فيها من تونس مشيت فيها لإسبانيا. حبيت نوريكم مطار تونس هنا والطيارة متاعنا محلاها ما شاء الله. يشوفوا كيفاش الكراسي ويشوفوا كيفاش معناها محلاها نظيفة تهبل بصراحة. أنا عجبتني الطيارة اليوم محلاها وقاعدين ينوعوا ما شاء الله على بلادي وما شاء الله عليها. وهوني هنا وصلنا لمدريد هنا. شوفوا كيفاش حبيت نوريكم الطيارة كيفاش معناها الحق ما شاء الله معناها الرحلة جات بالكدا وجات مريحة على الآخر بالكل. معناها فرحانة معناها كيفاش جاتني جات رحلة محلاها من تونس حتى لإسبانيا لمدريد. رحلة كانت رائعة رائعة للغاية. حبيت نسلم عليكم ونقول لكم حبيت معناها نقول لكم معناها إن شاء الله ما عادش نغيب عليكم المرة هذي. إن شاء الله معناها نقعد على طول معناها مواظبة هوني في الطيارة. أنا عندي طبيعة كي نولي في الطيارة خاصة كي تولي باش تهبط يلزمني ناكل شكلي ما نجمش وذنيا يبدو يعملوا في الحس وكل هيك هو. ومن بعد تالي كي هذيا معناها الفيديو راهو مقسّم معناها وكل الغالب. أنا قعدت معناها نستنى معناها فما نهار قعدت نستنى فيه باش فما حفلة باش يعملوها في 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 إسبانيا. الله غالب حبيت نوريها لكم لكن فاتتني نهارها. أنا معناها نعمل في لايف في الدار وهما معناها مشاو وهما يعملوا في الحفلة دي ما كنتش فايقة بيها إن قبل بنهار حصيلو هنا مشتريات. شريت معناها قضيت حبيت نوريكم معناها شنو شريته وشنو نشري فيه معناها أكثر شيء هاك كما تشوفوا. نشري معناها شريت هذويا معناها كما تشوفوا هذيك حاجات معناها نلوج حاجات رخيصة لا محالة ونشريهم. هوني معناها شوف المشتريات متاعيني هذه شوف الفوشة نقولوا نحنا شيتا معناها باش نجم ندهن بها معناها بالعظم ولا ندهن حاجات معناها كيما هكايا. هذيا معناها حبيت نشريهم باش نعمل بيهم حاجات معناها هيك كيكة ولا حاجات معناها نقولوا نحنا حاجات كيكات صغار معناها الكل. هوني هذونا حكاك لقيتهم انخفاض بالكدا معناها حبيت نشريهم. وهيك كي وين نلقى انخفاض لازم نشريها وكان منها نعمر الدار ومنها نعملهم حاجات معناها حاجات نقضيهم غصبا في الدار ونقصيني في الدار كما تعرفوا. الدار ما فيها شيء قاعدة أنا كل مرة نشري حاجات وهاكا في نفس الوقت كما قلت لكم وكما وعدتكم أي حاجة نشريها لازم نشاركها معاكم ونوريها لكم ونوري لكم شنو نشري وشنو اللي معناها نفيدكم وتفيدوني أنتم وتنصحوني وتقولوا لي هل ترى معناها هذيك معناها يلزمني شنو هو اللي يلزمني آخر شنو هو يلزمني معناها نشريه. وهوني كما تشوفوا هني قضية اليوم نقولوا نحن هذه معناها الحليب متاع الكالسيوم. كالسيوم أنا ناقصة برشا كالسيوم والطبيبة نصحتني معناها طبيبة متاع السنين خاصة قالت لي سنيك لاصقين على اللحم. قالت لي يلزمك برشا كالسيوم برشا جبونات وبرشا حليب يلزم ياسر تشرب حليب. بما إني أنا معناها من صغري ما نشربش الحق الحليب وكنت برشا معناها ما نحبش نشرب حليب وهذايا هو غلطة كبيرة معناها خاصةً حسيلو هذيا يعني باش نعمل نطيب مكرونة صلصة. وهذينا معناها مشترياتي لليوم معناها شنوا اللي باش نطيبو اليوم باش نطيب مكرونة صلصة وهاكم كما شفتوني الشوكولاتة والعظم والحاجات كيما هكاكا.
هاكا هو بديت معناها قُلت خلّيني ما دام شريت هاكا الأطباق هاذيك متاع الكيكة خلّيني نعمل كيكة، وفي نفس الوقت هي تنجم تجيني حتى معناها تارت، عجينة متاع تارت. هاذيك كيما تشوفوا 4 كعبات أضم، سفناريا بالطبيعة لازمنا ندخلوا كل شيء معناها كان حلو والّا مالح ندخلوا فيها الخضرة، خاصةً لأولادنا اللي ما ياكلوش خاصةً الخضرة. عملت كما تشوفوا قرابة الكيس معناها سفناريا، الشوكولاتة هاذيك بعثت لي باش نذوبها، الكاكاو باش نعمل مغرفتين، الزيت. وهوني باش نبدا لكم بالمكونات، بديت ب4 كعبات عظم، وباش نركضهم بالكدا بالكدا. كيما تشوفوا فيا الكاميرا معناها آآ مقلوبة شوية. إن شاء الله معناها تنجم هكايا معناها تكون واضحة الصورة بالكدا، حاسيلو باش نخلّطها بالكدا بالكدا حتى لين كما تعرفوا العظم معناها ي يولي معناها نقولوا نحنا مايل لل للأبيض شوية، وباش نخلّيها تتركض بالكدا بالكدا، نزيد توا السكر و وال نزيد السكر ونزيد شطر قرفة مغرفة مغرفة سكر فانيليا والسفناريا هذيك سفناريا أنا حطيت فيها سفناريا الحقيقة معناها آه، قلت خليني ندخل فيها السفناريا هذه معناها سفناريا باهية مغذية كما تعرفوا للصغار. برشا صغار معناها ما ياكلوش الخضرة كما برشا صغار معناها ما يحبوهاش. قلت خليني معناها ندخلها حتى الكيكة معناها باهية حلويات خاصة معناها الصغار يحبوا الشوكولاتة وكل. هيك هو قلت خليني ندخلها في الشوكولاتة وفي الكيكة معناها. وخاصة عندي ولد خويا الحقيقة ممنوع عليه ما نجمش يعني معناها ياكل كيكة بالحليب والياغورت ومشتقاته معناها يلزمه معناها حاجات كيما هكا ما فيهاش حليب. والفكرة الحقيقة عجبتني قلت خليني نقدمها له وهو كهدية وإن شاء الله أمه معناها تسمع فيا وتعملها وتعجبها الفكرة وتعملها علاش لا. حسيلو هكا كما شفتوني اشترى مغرفة قرفة ومغرفة كبيرة مغرفة صغيرة معبية سكر فانيليا ونحركهم بالكدا بالكدا ونحط الفرينة بتاعي يلزمني نغربلها كما تعرفوا. هيك هو نحط الفانيليا الفرينة سامحوني، نحط الفرينة ونحط معاهم مغرفتين كاكاو. كاكاو هذيا معناها كما تعرفوا معناها هاكا معناها يتنجم تكون معناها حاجة هيك مختلفة وتزيدوا معاها يبنن فهمتوا. وحطيت خميرة فانيليا هاكا كيما تشوفوني. نحاول معناها نغلبها شوية بركة مش مشكلة. نحاول كلهم نغربلهم الكل مع بعضهم ونحركها بالكدا بالكدا ونحطها معناها ونحطها معناها الحقيقة في ساعة ما طابت هي ما خذتش وقت 20 دقيقة. جات بالكدا طايبة بالكدا وتو تشوفوها وذوقوها وتجربوها وتذوقوها وإن شاء الله تعجبكم. آه، حبيت معناها نكون معناها المرة هذه مقدمة باهية تعجبكم معناها خاصة حطيت معناها الطاير كيفاش جيت بها وعجبتني بصراحة كالطيارة معناها حبيت نوريه لكم طيارتنا العزيزة الغالية. كيفاش معناها ولات تونسير معناها ما شاء الله معناها قاعدين يحسنوا بصراحة. إن شاء الله معناها من حسن الأحسن وإن شاء الله ربي يوفقهم. وهذا كما نجم نقولوا هذه معناها كما تشوفوا
يحرك بالكدا بالكدا، وهكا كي حركت شوفوا كيفاش منظرها يشهي حصيل. وهوني فما يقول عين جمل، فما يقول جوزة، فما يقول كل واحد شنوا يقول حصيل. وهوني هاكا حبيت نوريه لكم كيفاش معناها هي معناها ماهيش مرحية. هوني راني رحيتها خليتها رحيتها شوية معناها خليتها نقولوا نحنا كي تولي تاكل الكيكة تحسها معناها في ما بين سنيك. وإن شاء الله معناها عجبتكم الفكرة. وهذه معناها شوفوا محلاها بصراحة معناها أنا بعد ما طيبتها وذقتها الحقيقة عجبتني. قلت خليني نمتعكم حتى انتم بها وتشوفوها وإن شاء الله تعجبكم حسيلو. هاكا لهنا الطبق متاعي دهنته بالزيت وعملت فيه عملت له الفرينة دورت بالفرينة. ونحط الخليط متاعنا ونخليها 20 دقيقة ومن بعد تالي نقول لكم معناها شنو نحط فيها نزين بيها وكليكا هكا. إن شاء الله حسيلو كما قلت لكم ما عادش نغيب عليكم. إن شاء الله معناها نكون مواظبة من هيك ورايح وإن شاء الله معناها على طول معاكم. آه، هذه معناها وهذيك هو ما نجم نقول حتى شيء. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. وهذه هي إن شاء الله معناها من هيك ورايح باش نقدم برشا حاجات جدد. إن شاء الله حاجات مفيدة بالطبيعة وإن شاء الله تعجبكم. وهذيك هو بصراحة قعدت مدة معناها ما هبطتش قعدت معناها استنيت معناها النهار هذاكا اللي باش يعملوا فيه حفلة. وحبيت معناها نسجلها ولا غالب ما كتبش إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يكتب. وهذه هاي طابت كما شفتوا آه، ما عجبتني بصراحة باش نحيها ونقلبها. كي نقلبها تو تشوفوا كيفاش معناها القلبة معناها جات بعتلي دهنت حطيت لها معناها الشوكولاتة. أنا ما حبيتش تكون الشوكولاتة سايلة خليتها معناها حتى لين تولي هيك تجمد شوية. واللي يحب بالطبيعة راهو يحبها سايلة يزيدها شوية كريمة سائلة تولي تعمل الكيف هاكا كما شفتوا. هوني أنا راهي ما حبيتهاش تكون سايلة حبيت معناها كي ندهنها شوية تكون مدهونة بركة دهنين خاطر كل واحد وكيفاش يحب معناها ال- الحاجة اللي الماكلة اللي يحب كيفاش يعملها. أنا حبيتها هيك بصراحة. وفما شكون معناها يفضل الكريم الشوكولا. أنا عملت فيها مغرفة زيت وخليتها معناها تذبل تذوب معناها في حمام مائي. وفما شكون يزيدها كريم كريم سائلة هاكا ينجم معناها تكون جارية شوية. أنا حبيتش نحط لها معناها كريمة ما حطيتش قلت لكم مانيش حابة أي حاجة معناها اللي تكون معناها تساعد ولد خويا كما قلت لكم ما يشربش بالحليب. وهذه حابة الكادو هذه الجاتو هذا رغم إني أنا بعيدة عليه لكن حبيت نقدمها له هدية من حتى من بعيد. وإن شاء الله تشوفوا أمه معناها رغم إني أنا نعرف إن هي مواظبة وتبع فيه على طول. وأكيد معناها إن شاء الله تعجبها وإن شاء الله معناها تجربها على لا. وهذيك هدية هي الكيكة متاعنا نزيدو نزينوها عملت لها شوية من فوق معناها زينتها شوية من القعد معناها من الجوزة هاكا كما شفتوا نزينوها ونقدموها. وأنا الحقيقة راهو الخلوط قعد لي منه شوية كي قعد لي منه شوية عملته كب كيك ولا حاجة معناها كيكة معناها كذا صغيرونيت تنجم معناها الصغار معناها ينجموا ياخذوهم معاهم للمدرسة كيك بوتي معناها كلمجة معناها فهمت. هكا هو هذيا هو القعد شوفوا كيفاش
على المحلاها حسيلو جات طايبة بصراحة. تفاجأت معناها لل للكيكة كيفاش جاتني، على المحلاها عجبتني بصراحة وإن شاء الله حتى انتم تعجبكم الفكرة وتجربوها علاش ليه. وهذيا باش نزينها بالطبيعة بالشوكولاتة، ونعمل فيها الشوكولاتة ونزينها ون ونقدمها لل للعائلة بالطبيعة. إن شاء الله معناها واللي بالطبيعة كان عندي ضيفين باش نعطيهم باش أنا هاكا باش ما نوحلش نلقى معناها شنوا نقدم. و وهذيك هذيا هي ال الكيكة متاعنا، وهذيا هو الحلو متاعنا. إن شاء الله كانت عجبتكم معناها. بالطبيعة جامعتكم وكومنتاريتكم، إن شاء الله تشجيعكم ليا بالطبيعة باش يفرحني. وهذيك هي، وإن شاء الله معناها تكون عجبتكم القناة. وديما نجم نحكي، وإن شاء الله نخليكم حسيلو نخليكم في أمان الله. ونخليكم معناها في مقطع صغير إن شاء الله يعجبكم. وباي باي، مع السلامة، باي. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان. زرنا زمان سرق منا فرحتنا والأمان والراحة والأمان.